هذا هو ألذ باستيشيو تجربيه في حياتك، كيجي هائل بنين بزاف معلك، والاهم ان الطريقه ديالو جد سهله ومبسطه. شوفوا معايا ما شاء الله المنظر ديالو كيشهي. توجديه هكا الفطور ديال رمضان، يعني طبق عائلي متميز غادي يعجب وليداتك بزاف وغيوليو ديما يطلبوا انك تجربيه لهم. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي معلك وزوين، وكيف قلت لكم الطريقه جد سهله. كنتمنى تخليو لي معكم واحد اللايك باش تشجعوني نحط لكم وصفات اكثر. يلا معايا دابا نوريكم الطريقه ديال التحضير. على بركه الله غناخذ هنايا واحد المقيله، غادي ندير فيها شويه ديال الزبده والزيت، ولا ممكن تكتفيو غير بزويته. غادي ندير شي شويه طريفات ديال لدان مقطعين ولا صدر الدجاج اللي عندكم. غندير لهم شي شويه ديال الابزار، شي شويه ديال المليحه، وهنايا كندير لهم انا رشيشه ديال الزعتر. ما تخيلوش على مذاق كيعطيها، وعلى كيعطيها واحد البنه اللي هو زوين بزاف. غير جربوها، ما ديروا لهاش كاع العطريه الاخرى، غير بهاد المكونات هادو راه كتجي بنينه. صافي نخليها كتقلى مزيان. انا ناخذ هنايا البطاطا غادي نقطعها. نتوما قطعوها اما على شكل فريت عادي، انا غادي نقطعها على هاد الشكل هكا مربعات اللي هما كبار شي شويه. كتجيني هكا يعني عمليه وبخاتيك حسن. نتوما كتبقى لكم على حسب كل واحد والذوق ديالو. ها نتوما شفتوا راه المربعات ديالهم كبارين ماشي صغارين. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه. غادي نقليها ولا دخلوها الفران نتوما على حسب كل واحد كيفاش كيبغيها. داك لادان ها نتوما من بعد ما كيتقلى لينا خليوه حتى كيتحمر لكم مزيان. صافي وغادي نطفي عليه. خديت هنايا شويه ديال الشاركوتري ولا الا كان عندكم لادان فيمي، المهم اللي كان غادي نقطعو بهذه الطريقه هذه. كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين بزاف لهذا الباستيشيو. وغندوز دابا نحضر معكم صوص بيشاميل. غادي ناخذ هنا واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها واحد المعلقه تكون كبيره ديال الزبده. كيف قلت لكم انه غنديروها في الطاجين الكبير، يعني بحجم عائلي، فغادي ندير الكميه اللي هي شويه وافيه. المهم معلقه كبيره ديال الزبده نخليها حتى كتذوب لينا مزيان. دابا غادي نضيف لها 3 ديال المعالق كبار ديال النشا ولا المايزينا، ولا الا كان الدقيق. الا ما كانش عندكم النشا فممكن ديروا الدقيق، راه نفس نفس ما كاين نفس النتيجه، ما كاينش اختلاف اللي عندكم بحال بحال. صافي كيف قلت لكم 3 المعالق كبار ديال النشا اولا الدقيق. انا ناخذ هنايا الطره حليه يدوي. غادي نبدا نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نبدا نضيف الحليب. غادي نضيف انا هنايا لتر ديال الحليب. نتوما الا كنتو غديروا غير كميه قليله فغديروا نصف المكونات مع نصف لتر ديال الحليب. صافي انا هنا درت لتر د الحليب. غادي نبدا نحرك شويه بشويه. من بعد غادي نضيف لهم التوابل اللي هما مليحه، شويه ديال الابزار. انا هنا كنضيف شي شويه ديال الضامر البنه، ممكن تستغناو عليها اللي ما كيبغيهاش، ولكن راه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين، كيجي هذا الباستيشيو بنين. صافي غادي نخليها على عافيه متوسطه حتى كيعقد لينا داك البيشاميل، ومع التحريك المستمر ضروري لان النشا كتعقد لينا هذا الخليط. كنضيف واحد الاضافه كذلك اللي هي شويه ديال الزعتر، راه كتعطيها واحد البنه زوينه بزاف. ممكن تستغناو عليه ولكن انا كنفضلها بالزعتر. صافي من بعد غادي نضيف شي شويه ديال الفرomاج غابي اللي كان عندكم، موتزاريلا، الفرماج ساندويتش اللي عندكم. المهم هو كيعلك لينا هذا لاصوص. صافي هنا من بعد ما وجدت المكونات كاملين، الفريت، لادان، البيشاميل، داك الشاركوتري، غادي ناخذ دابا هانتوما شوفوا معايا البيشاميل من بعد ما طابت راه كتجي عاقده وزوينه بزاف. انا ناخذ هنايا الطاجين، ممكن نتوما ديروا دوك الطويجنات الصغار، انا فضلت هنايا نديرها بحجم عائلي. الفطور هكا كطبق رئيسي بركه. صافي درت هنايا طبقه البيشاميل، طبقه الفريت، طبقه ديال لادان، وغادي ندير طبقه ديال داك الشاركوتري، وغادي نزيد طبقه ديال البيشاميل من الفوق بهذه الطريقه هذه. المهم الفيديو راه شارح راسو. ندير شويه ديال الموتزاريلا هكا باش كتعطينا ديك التعليكه من الداخل، وغنعاود من الاول عاود فريت شويه ديال لادان وشويه ديال داك الشاركوتري. وغادي ندير الطبقه الاخيره اللي هي لاصوص بيشاميل، خليوها تكون بزايد باش من الفوق كتغطيها لنا. وصافي ها هو الطبق ديالنا واجد. بقى لينا غير ندخلوه الفران باش كيتحمر لينا. حاولوا تغطيوه مزيان بالبيشاميل، وقدوا شي شويه بالمعلقه الا كانت شي بلاصه ما مغطياش. صافي غادي نزيد هنايا طبقه ديال الموتزاريلا، وها هو الشكل ديالها واجد. غندخلها دابا الفران طيب عافيه مهيله غير بين ما كيتحمر لينا داك البيشاميل من الفوق.
وصافي ها هو الشكل النهائي ديالها. تيقوني الا قلت لكم راها كتجي زوينه بزاف، وليداتكم راه غادي يحماقوا عليها. ها نتوما شوفوا معايا التعليكه كيفاش كتجي من الداخل، كتجي بنينه بزاف. انا بعدا وليداتي كيحماقوا عليا. ها نتوما انا مازال يلاه كنصور التبصيل، ولدي جايب لي التبصيل باغيني نعطيه منها، راه كيحماقوا عليها، راه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى الا عجبتكم هاد الوصفه تخليوا لي لايك ديالكم باش تشجعوني نحط وصفات اكثر، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده، وبسلامه عليكم.